بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بالمشاركة على القناة بتاعتي على اليوتيوب. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على جودة الملاعب المصرية، وطبعا الحمد لله كان ليا اليد في الأسبقية إن أنا أتكلم على حتة النجيل، الترتان والعشب الصناعي. فالنهارده يا جماعة إحنا بنتدمر أو اللعيبة متدمرة في حته الملاعب اللي هي الترتان والنجيل الصناعي. فانا بقول لا للعشب الصناعي، او اعتبر ان الفيديو بعنوان لا للعشب الصناعي والنجيل الترتان. فطبعا احنا النهارده اللعيبه متاثره بجوده الملاعب دي على جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، ودي مشكله ومشكله كبيره طبعا اللعيبه بتواجهها. وطبعا ده قلل من الكواليتي وقلل من مهارات ومن امكانيات اللاعيبه اللي موجوده. ودي الحاجات اللي انتم بتشوفوها طبعا اللي موجوده دلوقتي. حته جوده الملاعب المصريه اللي هي بالبلدي كده راحه في داهيه. طبعا جميع الاقسام اللي تحت من دوري المحترفين والقسم الثاني والثالث والرابع، طبعا اكترها ملاعب نجيل ترتان وعشب صناعي. فده مدمره اللعيبه دمار كلي في حته الاصابات وحته الامكانيات. طبعا الحاجه طبعا اللي انا بتكلم عليها في جوده الملاعب ان النهارده بتلاقي ملاعب حجمها صغير، وده مأثرة على العامل البدني للاعب. النهارده انت بتشوف ملاعب الاوت بتلعب بنص ملعب الخصم في ال 18، فدي مشكله. النهارده يا جماعه لما تيجي تبص على امكانيات اللاعيبه وتبص على الجهد البدني وتبص على عامل السرعه واللياقه البدنيه، ده اول شيء بيودي الى ذلك او يؤدي الى ذلك ان انت النهارده لما تيجي تدور على الاقسام اللي تحت تلاقي اللاعب مش متاسس على الملعب اللي هو طوله 120 يرضى وعرضه 90 يرضى، فبتلاقي في مشكله في حته النفس والجهد وان هو يكمل ال 90 دقيقه. طبعا الفيديو اللي انا بكلم حضراتكم ده بعيد عن التفاهه وبعيد عن الافيهات في مجال كره القدم. الحاجه ديت يا جماعه هي اللي هتقدر تخلينا، او يعني اللي بيدور على لعيب او عايز يطلع لعيب كوره لازم يدور على الحاجات ديت. انت النهارده بتشوف في الاقسام اللي تحت مساوئ وكوارث، ان انت النهارده بتلاقي ملاعب يعني عرضها مش جاي حتى 50 يارده او 45 يارده وطولها مش جاي حتى 75 يارده، فده مشكله. النهارده احنا بندور على العامل البدني، وده اهم شيء. واحنا قلنا في الفيديوهات السابقه لما احنا جينا ولعبنا نهائيات افريقيا 2024 لقينا مساوئ في حته اللياقه البدنيه. فانت النهارده لازم تشتغل على كاتحاد كره جوده الملاعب المصريه. والطبيعي او المفروض ان اللجنه اللي موجوده او مشرفه على الملاعب لازم الملاعب دي كلها يجي عليها رفض عشان خاطر ان احنا نقدر نطلع لعيبه زي زمان عندها الشق اللياقه البدنيه ده عالي، وتقدر ان هي تنافس وتنافس وبشراسه. طبعا انت النهارده بتيجي تبص تلاقي في لعيب مهاري بس مش نفسه مش قادر يكمل، تبص تلاقي لعيب امكانياته كويسه بس الملاعب اللي لعب عليها في الدرجات اللي تحت دون المستوى. فده حاجات يعني بتفرق وهتفرق معاه. ولذلك تلاقي عمر اللعيبه قصير. انت النهارده اللاعب الاول كان ممكن يدي 15 سنه و17 سنه، النهارده اكتر لاعب ماكسيموم بيلعب 5 مواسم وبالعافيه وبيبقى مستواه فيهم متذبذب. الحاجات دي يا جماعه هي اللي احنا نقدر نتكلم فيها. وطبعا ربنا يبارك لك اللي هتشير الفيديو او هتكتب كومنت، طبعا لان الحاجه اللي انا بتكلم فيها ديت هي اللي هتقدر يبقى في مثلا صوت نوصله او حاجه، او انسان بيتكلم مثلا من ضمن 120 مليون بني ادم بيتكلم في حته ان ازاي لازم نتوخى الحذر من حته الملاعب دي. النهارده انت بتلاقي ملاعب لا تصلح لممارسه كره القدم. وده النهارده انا راجل مثلا لو انا عندي لعيب او ابني او اي حد عايز يلعب، فده لا تصلح لممارسه كره القدم. انا مش هبقى مستمتع لما ابني يلعب في ملاعب بالشكل ده او يتمرن على ملاعب بالشكل ده او الى اخره. فطبعا احنا النهارده يا جماعه لازم نكون ايجابيين ما نكونش سلبيين في حته ان النهارده انا قلت لا للنجيل الصناعي ولا للنجيل الترتان. فده طبعا حاجه يعني بتدمر اللعيبه من الالف للياء. وطبعا بتشوف اصابات وطبعا بتشوف عدم امكانيات في حته البدني. يعني الحته البدنيه النهارده يا جماعه لما تيجي تتفرج كده او تيجي تشوف لعيب بتلاقي لعيب امكانياته كويسه وبتيجي تشوفه في الملعب ده بتلاقيه ولا شيء. فاحنا النهارده لازم يكون لنا يعني اسبقيه او ان احنا نقول لا
او بلاش، او نتوخى الحذر، او اي حد مثلا عنده ابنه، او اي حد مثلا عنده حد مثلا بيقدم له في اكاديميه، او عايز يلعبه مثلا في نادي من صغره. فلازم يخلي باله من الحاجات ديت عشان نقدر ان احنا النهارده نطلع لعيب كره قدم بجد. النهارده يا جماعه فرق كواليتي، ان انت لما بتشوف لعيب في اوروبا او لعيب مثلا في افريقيا بيطلع بره، شوف بيشتغل على نفسه ازاي، شوف جوده الملاعب. فبتيجي تبص تلاقي في فرق في السرعات وفي اللياقه البدنيه، وانت بتبقى قاعد بتتريق عليه يعني. فالحاجه ديت او عنوان الحلقه ان انا بقول لا للعشب الصناعي ولا للنجيله الترتان، عشان ان احنا نقدر نطلع لعيبه كره قدم بجد. جوده الملاعب اللي لا تصلح في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه في الدرجات الادنى. طبعا اتحاد الكوره المفروض يعني الملاعب دي كلها يجي عليها رفض، عشان تقدر ان انت يعني تطلع، او ان انت النهارده تعمل دوري قوي، وتقدر ان انت تطلع لعيبه تفيد منتخب مصر بشكل كويس. يعني عنوان الحلقه النهارده ان انا بقول لا لا للعشب الصناعي ولا للنجيل الترتان. الحاجه ديت انا بتكلم فيها بقالي فتره، وان شاء الله باذن الله انا مكمل فيها لحد ما الصوت يوصل النهارده، عشان لما تيجي انت تلعب نهائيات افريقيا، او توصل مثلا بطموحك لاكتر من كده، تقدر ان انت تشوف لعيبه تشيل منتخب مصر وتبقى على قدر المسؤوليه. لان انت طبعا النشأه بتيجي في ملاعب دون المستوى، فبتيجي انت لما تيجي تتفرج بتلاقي مهازل، وبتلاقي مساخر، وبتلاقي حاجات ما تلاقيش باسم منتخب مصر، ولا تلاقي بطموحنا احنا كناس بنحب الكوره اكتر من اي حاجه. طبعا دي الحاجه اللي انا اقدر اقدمها للناس. ويا ريت يكون الناس اللي بتتفرج عليا او بتشوفني تعرف انا جوايا ايه وعايز اقدم ايه للناس، بعيد عن التفاهه وبعيد عن الافات والكلام ده كله. ان الحاجه ديت هي اللي احنا هنقدر نستفاد منها، وهنقدر ان احنا نتوخى الحذر منها عشان نقدر نطلع لعيبه كره قدم بجد. اتمنى ان يكون موضوع الحلقه عجبكم، وما تنسوش برضو كلمه السر: انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.